السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الكريمات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة لامونة اللي يبيعوها في المحلات، ناجحة 100%. نبدأ على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. بسم الله. هنا ديت بيضة كاملة، ربع مغارف كبار تاع الأكل سكر عادي، درت قرصة ملح، شوية فانيليا، كاس حليب دافي، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة صغيرة خميرة الحلوى، وخلطت جميع المكونات. ندير الفرينة نغربلها ونخلط. هنا الفرينة ما عندهاش عبار معين، وإنما على حسب الخليط. من تحصل على القوام المطلوب نحبس. نضيف بشر الليمون ولا البرتقال. هنا ندرب العجينة شوية بيديا باش نعرف إلا خاصها الفرينة ولا ما خاصهاش. مازالها جارية بزاف، نزيد لها شوية برك فرينة. نزيد نخلط وعيني هي ميزاني. من تحصل على القوام المطلوب نحبس. اذا هذا هو القوام المطلوب نتاع العجينة تاعي. نغطيها ونخليها تتخمر حتى يتضاعف الحجم نتاعها. بعد ما تخمرت العجينة نستخرج منها الهواء اللي فيها ونديرها في صينية الفرن ونخليها تتخمر مرة ثانية. في جهة أخرى ندي كاسرونة فيها نصف لتر حليب بارد، نصف كأس سكر، 2 معالق كبيرة تاع الأكل نشاء أو مايزينا. نخلطهم جيدا ونديرهم فوق النار ونستمر في التخليط حتى يعقد لي الخليط شوية. نضيف للخليط شوية فانيليا ونغطيه ونخليه يبرد. في جهة أخرى ناخد وعاء ندير فيه نص كأس حليب بارد ونص كاس بودرة الشانتيي. ندربهم بالباتور حتى نتحصل على كريمة. من نقلب الوعاء ما تهبطليش. بعد ما تضاعف حجم العجينة مرة ثانية ندهنها بصفار البيض وندخلها للفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تتحمر لي من الفوق ومن تحت. نرجع للكريمة تاعي اللي خدمتها بالمايزينا والحليب، نعاود نخلطها من جديد ونضيف لها كريمة الشانتيي ونخلطهم مع بعض حتى نتحصل على واحد الكريمة ذوقها رائع. بعد ما طابت لي العجينة تاعي نغطيها ونخليها ترتاح. بعد ما تبرد نقسمها على 2 وندير لها كريمة الشانتيي الممزوجة بالكريمة الأخرى ونزيد لها الجزء العلوي. ندهن الجزء العلوي
ندهنها من الفوق بالعسل أو الناباج اللي توفر عندنا، هذاك هو. ونرشها بالمكسرات. أنا درت الفول السوداني، وإلا توفر عندكم شرائح الفول السوداني يكون شكلها أحسن. نزيد نرشها بالسكر الرطب يعطيها منظر أجمل. ودائما التزيين حسب الرغبة وحسب الإمكانيات طبعا. إذا هذا هو الشكل النهائي نتاع وصفة اليوم. نتمنى يكون نال إعجابكم. أشكركم جزيل الشكر على تعليقاتكم الجميلة وعلى تشجيعكم. أترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.